يا مساء البسبوسة والحلويات عليكم. ازيكم؟ ما تيجوا بينا النهاردة نعمل بسبوسة مرملة ومكرملة وتحفة جدا. بجد هتعجبكم قوي قوي الطريقة دي. هقولك ازاي تعملي بسبوسة زي اللي بتشتريها من بره واحلى كمان. هتعجبك جدا وهتعتمدي الوصفة دي. يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض الطريقة ازاي. في حلة على النار وهنضيف نص كوباية من السكر، وهنسيبها مش هنيجي جنبها خالص غير لما نلاقي ان السكر ابتدى يكرمل كده من تحت بالشكل ده. دلوقتي بقى هنقلب بالمعلقة لحد لما السكر كله يتكرمل ويبقى سايب خالص. ايديكي فيه ما تروحيش في اي حتة. شايفين؟ هو دوت اللون اللي انا عايزاه. السكر داب خالص وكرمل وبقى تحفة جدا. اول لما يدوب بقى كده هننزل على طول بنص كوباية من السمنة او الزبدة المتوفر عندك والمتاح. وبعد كده هنضيف كوباية الا ربع من الحليب. اول لما هتضيفي الحليب هتلاقي ان الكراميل بتاعك ابتدى كده يجمع. ولا تقلقي خالص ولا تخافي. هدي النار وابتدي قلبي كده تقليب مستمر لحد لما يدوب خالص ويبقى بالشكل ده. شايفين؟ مفيش اي حاجة. سهل جدا. دلوقتي بقى هنضيف الإضافة الجميلة 3 معالق من جوز الهند اللي هيودوا البسبوسة دي في حتة تانية خالص. أنا عارفة إن في ناس ما بتحبهاش بس صدقيني جربيها هتعجبك. بعد كده هنرفعها من على النار ويلا بينا نحضر بقى الخليط بتاعنا. 3 كوبايات من سميد البسبوسة. تقدري تجيبيه من عند العطار بس تستخدمي نوع كويس. انا ضايفاله نص معلقة من البيكنج باودر، بس المقطع ده بصراحة كان اتحذف مني. فانت خليكي عارفة ان انا ضفت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ونزلت بالخليط بتاعي كده كله وابتديت كده اقلب بالمعلقة. يعني الموضوع سهل وبسيط خالص. مش محتاجين نوسخ ايدينا ولا اي حاجة. نقلب لحد لما كله يمتزج. وبص الريحة طلعت وتحفة جدا من قبل ما نكمل. ريحتها جميلة جدا. اقلبها كده الخليط كله امتزج. نبتدي بقى نركنه على جنب ونجيب الصينية بتاعتنا. انا هنا الصينية بتاعتي مقاس 30. هدهنها بالسمنة. لو انت الصينية بتاعتك اصغر تقدري تقللي الكمية. ندهن بقى كده الصينية بالفرشة ونتأكد ان السمنة اتدهنت في كل في كل الصينية. طبعا انا قبل ما اشتغل شغلت الفرن بتاعي على 180. ودي خطوة مهمة جدا. قبل ما تعملي حاجة شغلي الفرن بتاعك علشان خاطر يسخن. دلوقتي هنضيف بقى البسبوسة بتاعتنا ونفردها كده بالسباتولا بتاعتنا. سهلة وطرية خالص ومش محتاجة يعني ان احنا نوسخ ايدينا زي ما قلتلك ولا اي حاجة. بعد كده نبتدي بقى نسويها بالمعلقة الألومنيوم كده علشان اتأكد ان الصينية بتاعتي كلها بقت علو واحد، يعني بقت متساوية بالشكل ده. دلوقتي بقى نضيف المكسرات بتاعتنا. اي نوع مكسرات تحبيه، سوداني، لوز، بندق، اللي انت عايزاه حب يعني حطي. ولو ما بتحبيش ما تحطيش حاجة خالص، براحتك خالص. ودلوقتي بقى نضغط كده عليها ضغطة كده بسيطة علشان المكسرات تمسك في البسبوسة بتاعتنا. ونبتدي بقى نرزعها رزعتين كده حلوين وندخلها بقى على الفرن على الشبكة ونسيبها تستوي. يلا بينا نحضر السيرب. السيرب عبارة عن كوباية ونص من السكر وعليهم كمان كوباية ونص من المية. طبعا تقدري تقللي كمية السكر، يعني ممكن تخليها كوباية سكر كوباية مية براحتك جدا، بس ما تكتريش عن كده علشان ما تبقاش مسكرة خالص. يعني ده السكر المظبوط. وضفت فانيليا بودر وهنقلبهم بقى كده عشان نتأكد ان السكر امتزج كده مع المية. ونسيبهم يغلوا غلوتين وندفع عليها تكون البسبوسة بتاعتنا طلعت من البوتاجاز. اول لما تطلع من الفرن ننزل عليها على طول بالسيرب السخن بتاعنا. يعني البسبوسة سخنة والسيرب سخن. وده شكلها بعد ما شربت السيرب بتاعنا تحفة بجد. وريحتها مفحفحة البيت كله ومكرملة كده وحكاية. وكمان طرية طرية. بصوا طرية مش مستحملة. نطلع بقى حتة. عايزة اقول لكم ان انا بعشق البسبوسة. ومين فينا ما يعشقش البسبوسة يا جماعة؟ بصوا في قمة السعادة. هي دي اللحظة بقى اللي الواحد بيها بيطبطب بيها على قلبه كده، ينسى فيها هموم الدنيا. بجد الوصفة دي تحفة وهتعجبكم جدا. اتمنى لو عجبتكم ما تنسوش بقى لايك وشير وكومنت حلو منكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامة.